الزمالك يستاهل يخسر الكونفدرالية عشان الفرصة كانت في ايده في ماتش الجزائر وضيعها، ويستاهل يخسر اكتر هنا في مصر عشان استهونوا باتحاد العاصمة وقعدوا يقولوا ده فريق ضعيف ويقللوا منه ويقول لك دي بطولة مضمونة وفي الجيب، وقعدوا يحتفلوا بالموسم قبل ما يخلص. دي مش عقلية أندية كبيرة. مفيش نادي كبير يلعب 3 دقايق في ماتش المفروض ان هو ماتش بطولة. اتحاد العاصمة كان زانق الزمالك حرفيا لدرجة ان الاستحواذ وصل 66% في استاد القاهرة. انت متخيل؟ عشان اتحاد العاصمة فريق جريء وقال لك انا لو دفعت هشيل من الزمالك 3 و4، عكس الزمالك اللي جاب جول وعاوز ينام عليه 90 دقيقة. والمضحك اكتر انهم كانوا عاوزين يلعبوا على ضربات الجزاء، اصل كسبنا بيها قبل كده. هو ده كلام منطقي يا جماعة؟ ده تفكير نادي كبير بيلعب نهائي قاري على ارضه؟ والجماهير اللي كانت ماليه الاستاد دي ما كانش ليها اي تاثير خالص، لدرجه اننا سمعنا صوت جماهير اتحاد العاصمه كانت ماليه وبترج الاستاد. معلش يعني انتوا كنتوا عاوزين تكسبوا باماره ايه؟ اديني سبب واحد مقنع يقول لي ان انت تكسب الماتش. بصراحه فاز من استحق، ومفيش زملكاوي يقدر يقول انه كان يستاهل البطوله دي. مبروك لاشقائنا في الجزائر وهارد لك للزمالك، وما تنساش بقى اللايك والمتابعه.